زوار عشاق الحدث، سلام الله عليكم. أمل أن تكونوا بألف خير وصحة جيدة، ومرحبا بكم في فيديو جديد، والذي سنستعرضه التشكيلة المثالية التي يتمناها الشارع الرياضي المغربي لخوض نهائيات كأس العالم مع المدرب الجديد السيد وليد الركراكي. لكن قبل الخوض في تفاصيل هذه التشكيلة، فضلا وليس أمرا، اشتركوا في القناة وذلك ليصلكم كل ما هو جديد، وشكرا. مرحبا بكم من جديد. في حراسة المرمى ياسين بونو حارس إشبيلية الإسباني. الظهير الأيمن نصير مزراوي لاعب بايرن ميونخ الألماني. خط الدفاع بعد إصابة نايف أجراد سيكون مشكلا من أشرف داري لاعب بريست الفرنسي، وغانم سايس لاعب بشكتاش التركي. الظهير الأيسر أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي. المحور سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا الإيطالي. وسط الميدان المحارب يونس بلهندا لاعب أدنا سبورت التركي. صانع الألعاب عز الدين أناحي لاعب أونجي الفرنسي. الجناح الأيمن حكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي. الجناح الأيسر سفيان بوفال نجم أونجي الفرنسي. المهاجم الصريح عبد الرزاق حمد الله لاعب اتحاد جدة السعودي. وفي الختام، ماذا عنكم مشاهدينا؟ ما هو رأيكم بخصوص هذه التشكيلة؟ اكتبوا تشكيلتكم المفضلة في التعليقات، وشكرا لكم.